الأهلي يعلن عن مفاجأة في تحذير اتحاد الكورة ولجنة الحكام من الحكم محمود بسيوني في إدارته للقاء بيراميدز، وذلك ضد المصري قبل مواجهة الأهلي مع النادي السماوي يوم 30/8. تعرف على ما سيحدث. النادي الأهلي بيقول إن احنا هنتابع كل اللي هيحصل في ماتشات بيراميدز الجاية في الدوري قبل مواجهة النادي الأهلي، لأنه من المفترض إن الحكام يستمروا على نفس المنوال. بمعنى شفنا في الماتشين اللي فاتوا دول بيتم طرد لاعبي بيراميدز والقانون بيتطبق عليهم بشكل سليم. الاهلي بقى عاوز يستمر الحكام كده بنفس الطريقه في الماتشين اللي جايين دول لبيراميدز قبل مواجهه النادي الاهلي، خوفا من احتواء الحكام للنادي السماوي قبل مواجهه النادي الاهلي، وعدم مثلا طرد لعيبه كانوا يستحقوا الطرد قبل مواجهه النادي الاهلي، بحيث احتواء النادي السماوي وضمان عدم غياب اي لاعب عنهم عن لقاء القمه مع الاهلي يوم 30/8. لذا الاهلي بيقول ان الحكم محمود بسيوني ده طبعا معروف وكلنا حافظينه طبعا في لقطه مباراه انسحاب الاهلي من لقاء الزمالك الاخير في القمه. الحكم كان محمود بسيوني اللي تم تعيينه، واللي كان كاتب تقرير خاص بيطالب فيه بمعاقبة جماهير الأهلي بعد انسحاب الأهلي من لقاء الزمالك وهتافات الجمهور، ولكن اتحاد الكورة وقتها والرابطة رفضوا معاقبة الجماهير. فبالتالي الأهلي بيحذر من الحكم محمود بسيوني